سيرين ليش بتصوري كل شي بالمطبخ؟ ليش حتى الاوتفيت تبعك بتصوريه بالمطبخ؟ يا جماعة خليني اعترف لكم كمان شغلة عني. أنا قلت رح احط شوي كونسيلر بس عن جد شكلي كمان كترت هالمرة. ومرحبا يا احلى متابعين، جاهزين لحتى اعملكم جولة بغرفتي، المكان اللي بقضي فيه اغلب الوقت. بس اول شي خليني افرجيكم روتين مكياجي خطوة بخطوة. اغلب الميك اب اللي رح استعمله اليوم رح يكون من هدى بيوتي، لهيك رح نبلش بالبرايمر. انا بحب مكياج هدى بيوتي لانه عن جد الكواليتي تبعه كتير عالية وكتير ناسب بشرتي، وغير انه هدى بيوتي داعمة للقضية الفلسطينية، لهيك انا بحب كتير اني اساعدها واشتري بس من البرودكتس تبعوتها. هلا كمان الفونديشن من هدى بيوتي والرقم 200 بي واسمه شورت بريد. بس بصراحة هذا لما جبته ما كنت سمرة لهالدرجة، لهيك أنا بحط هلأ شوي على إيدي وبضيف برونزر يعني لون أغمق معاه مشان يصير نفس لون بشرتي. بحط شوي برونزر من ألف على إيدي وهلأ بخلطهم الاثنين مع بعض كأنه بعده فاتح. مثل ما شايفين هلأ بعده شوي فاتح، بس هلأ بس أعمل كونتور وبرونزر للوجه بخف كله بيصير تمام. هلأ رح استخدم هذا البرونزر مرة تانية، هو برونزر وكونتور مع بعض ليكويد، كتير بيعطي لون حلو كأنكم عاملين تان، يعني تان طبيعي، وهو كمان من ألف. وبنفس الوقت رح استخدم كونسيلر، هذا كمان من هدى بيوتي والرقم 2604 يعني 2604. هحاول ما أكتر، في كتير منكم قالوا لي إني كتير بستخدم كونسيلر تحت العين، بس هلأ هيك شوفوا قدامكم نقطة بنقطة، شوي هون شوي هون وشوي هون. هلأ بدمجه كله مع بعض. هلا قلت رح احط شوي كونسيلر بس عن جد شكلي كمان كترت هالمرة. عن جد هذا دليل قديش كونسيلر هدى بيوتي منيح، لانه شفتوا حطيت نقطة وكله هيك مد لتحت العين. هلا رح احط هدول الليكويد بلوش كمان من هدى بيوتي، كتير كيوت وصغار. بحب احط الغامق هذا يعني اللي لونه اورانج من فوق واللي لونه بينك زهر فاتح، بحطه من هون من تحت، وحلاوتهم انه بيخلوا هيك وشكم جلوي وبيلمع. عن جد كتير حلوين. يا جماعة خليني اعترف لكم كمان شغلة عني، انه انا كتير بحط حمرة خدود. يمكن اصلا شفتوا بالفيديوهات تبعي انه كتير بستخدم حمرة خدود، لانه هيك بحب استخدم حمرة خدود. ما بعرف ليش، بحس انه وشي اذا ما كترت حمرة خدود هيك بيكون اصفر وباهت. هيك عن جد انا مدمنة حمرة خدود. هلا بنعمل بلان. واو. ممكن هلا تقولوا طيب سيرين انت ما كترتي حمرة خدود ليك مبين قليل؟ لا لسه ما شفتوا شي، لانه هلا فوقه هاد رح يجي كمان نوع تاني وفوقه كمان نوع تاني. انا بحط 3 انواع حمرة خدود. هلا رح اثبت المكياج بالبودرة، وبستخدم كمان من هدى بيوتي هاي البودرة اسمها باوند كيك ايزي بيك. حلاوتها هاي البودرة انه ما بتطلع لي خطوط تحت عيوني، يعني هيك بس بحط شوي هيك تحت عيوني وخلص كل اليوم بضل ثابت الكونسيلر تحت عيني. وعن جد ما في داعي لحتى اثبت المكياج تاني مرة بقلب النهار. هلا رح استخدم البرونزر الباودر تبعي هاي اللي عم بستخدمها من مورف، وبحط نفس الاماكن اللي حطيت فيها الليكويد كونسيلر. وهلا رح اسوي الميك اب تبع عيوني. كتير بحتار بالميك اب تبع عيوني، لانه مثل ما شايفين عيوني كبار الحمد لله، وعندي كمان رموش طوال. هلا بس اعمل مسكرة بتشوفوا كيف رموشي طوال. بس كتير بحتار بالميك اب لانه ما بدي عيوني يبينوا لسه اكبر. مثلا ايلاينر ما بستخدم ايلاينر، ما بعرف ليش. ممكن اذا استخدمت ايلاينر ينشدوا اكتر لبرا عيوني هيك يصيروا، ما بعرف. المهم بساوي سموكي ايز، يعني اللون البني بحط من فوق وتحت، وبحسه انه هذا الميك اب بلبق اكتر شي لإلي. رح استخدم هاي الباليت كمان من هدى بيوتي، وفيها هدول الوان النيود، وانا رح استخدم منهم هذا اللون البني المحمر، بس ما رح اكتر عن جد، هيك بس شوي بحط فوق عيني. يا جماعة نسيت أقول إنه أنا سويت حواجبي قبل ما أصور، واستخدمت هذا هو بيجي ستايلينج جل، بستخدمه على فرشاية صغيرة هيك وبرفع فيه حواجبي وبضلوا هيك مثبتين. كتير اجتني أسئلة عن حواجبي، فيا بنات احفظوا هذا الشي. هلا رح أحط من عيني من تحت. ممكن تتساءلوا انه سيرين انت كيف عم تطلعي بالكاميرا وعم بتسوي الميك اب تبعك؟ الكاميرا تبعي بقدر اعكس يعني الشاشة لحتى اقدر انا اشوف حالي، فلا تستغربوا كتير انه عم بقدر اطلع على الكاميرا واتمكج بنفس الوقت، بس المراية بتضل احسن.
لإنه هيك باقدر أقربها على وشي. هلأ رح أحط كحلة باللون البني كمان بقلب العين. زمان ما كنت أحب أحط كحلة بس آخر فترة ما بعرف عم باحس الكحلة عم تلبق لي كتير، فلهيك رح أحط كحلة لون بني مانو أسود. هلأ رح أحط blush powder فوق الblush اللي حطيته. فهلأ بتعرفوا ليش أنا كتير باحط blush. وهلأ جبت آخر نوع blush باحطه، هذا من Nude Sticks. هذا blush بيعطي لمعة، يعني أنا ما باحط highlighter بس باحط من هاد الblush. الجهة التانية لازم أفتحها، بدوره هيك وشوفوا كيف هيك بيجي لونه كمان غامق. باحط هون هيك من فوق، كمان هون هيك من فوق، وبفتح الجهة التانية وبدمجهم هيك مع بعض. وعن جد بيعطي متل highlighter effect بس بيكون highlighter مع blush مدموجين مع بعض. شوفوا كيف هيك بتطلع اللمعة. وهلا وقت المسكرة مثل ما شايفين كمان المسكرة من هدى بيوتي، وبجيب أنا دائما المسكرة الميني من هدى بيوتي مشان ما تنشف بسرعة. ضيعت المراية الصغيرة ما عاد لقيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. خلص رح استخدم مراية تانية. هيك رموشي بعد ما حطيت المسكرة. حلاوة هاي المسكرة إنه بتطول لي رموشي لسه أكتر وأكتر وبتكثفهم بنفس الوقت. هلا رح استخدم هذا البلاينر كمان من هدى بيوتي. هذا البلاينر اللي بضل 24 ساعة، كتير كتير حلو عن جد، بضل ثابت بس بسرعة بيخلص. حسيت أنا إنه كتير بسرعة بيخلص، كتير بسرعة بيخلص. لازم دائما تحطوه هيك، يعني من هون بنفتح لازم دائما تحطوه هيك مشان ما ينشف. من هون بتحسوه هيك مثل قلم الفلوماستر بينشف بسرعة. فرح أشوف هلأ إذا ضل لسه فيه روح. رح أحط فوقه هذا الليب لاينر. هذا الليب لاينر عادي كمان من هدى بيوتي. هذا اللي بيجي قلم فلوماستر اسمه توستي براون، وهذا اللي بدي أحطه فوقه اسمه وارم براون. وهلا كمان رح أحط هذا الليب جلوس كمان من هدى بيوتي واسمه شوجر بيبي. هلا رح أحط سيتنج سبراي كمان من هدى بيوتي، كمان ميني سيتنج سبراي. ما عم بيشتغل. أوه. وهيك بيكون الميك اب خلص. وهلا جاهزين لحتى أعمل لكم جولة بغرفتي. يلا وهلا خلينا نبلش تصوير من عند الباب. هاد باب غرفتي رح أسكره هلا مشان ما تسمعوا الأصوات اللي برا. بعدين بيجوا عنا هدول الخزاين اللي شايفينهم هون. أول خزانة هاي بحط فيها كتبي وكل أغراض المدرسة والجامعة. وهون فوق حاطة هذا البوكس فيه كل أغراض الأظافر والمناكير تبعوتي. وفوقه محطوط هاي طاقية الكاوبوي. شوفوا حاططها هون فوق مو بقلب الخزانة مشان ما تنكسر ويخرب الموديل تبعها يعني. وكمان لهاي الجزمة حاططها هون فوق كمان مشان ما تتجعلك أو ينكسر الجلد تبعها أو تتطعوج، بحطها هون فوق. وبعدين عنا هاي الخزانة كمان بحط فيها كل شنتي وأغراضي. ومحطوط هون فوق إذا شايفين هاي طاقية الحماية لأنه مهندسة طبعًا. لأ عم بمزح، ما لازم أشوف حالي. بس باستخدمها هاي خاصة لإلي لمّا أروح ع مكان العمل، إن كان درس بالجامعة أو عمل أخدته من شركة اشتغل عليه لفترة. وهون عندي هاي اللي شايفينها هاي الخضرا كلها سرقتها من ماما من الصالون مشان هاد الفيديو، لحتى هيك حسيت إنه بتضيف شي حلو على هاد المكان. بعدين هون جنبون بتيجي خزانتي، خزانة الأواعي تبعي. هي بتيجي بقلب الحيط، يعني هيك في زر بفتحها وأنا هلأ هيك يعني بفوت بقلب الحيط وأواعيي هون جوا. كتير كتير حلوة لإنه فيها مساحة كتير كبيرة وما بتاخد مساحة من الغرفة نفسها. وفي منها هاي كمان هيك فوق متل صناديق متل ما شايفين، كمان بنحط فيهم أغراض اللي ما بنستخدمهم، الأواعي الشتوية إذا كان صيف والأواعي الصيفية إذا كان شتا. وبعدين بنيجي لهون، هذا مكاني المفضل لأنه باحسه كيوت بس ما باقعد فيه أبداً. هاي الكنباية كتير كتير باحسها حلوة ومحلية الغرفة، بس متل ما قلت لكم ما باقعد عليها لأنه أغلب الوقت أنا باقعد بالصالون مع أهلي، يعني حاططها للمنظر. جنب هاي الكنباية بيجي البيرو تبعي، محل ما أنا باقعد كل يوم الصبح وبتجهز
على هذا الكرسي الأبيض. شوفوا هو هيك بيجي شكل الكرسي، ومثل ما شايفين المراية تبعي كلها إضاءة، لأنه الغرفة تبعي أبداً مانا مضيئة أبداً، مضيئة ما فيها إضاءة منيحة أبداً. في شباك هنيك بس شباك صغير، والغرفة بتيجي هيك مطاولة بالطول، فيعني الضوء ما بيفوت لجوا. لهيك من مساوئ غرفتي إنه ما في كتير ضوء. وبدي أحكي لكم عن شغلة كمان، رح أقعد أول شي مشان أحكي لكم عنها. وفي كتير منكم قالوا لي سيرين ليش بتصوري كل شي بالمطبخ؟ ليش حتى الأوتفيت تبعك بتصوريه بالمطبخ؟ هذا هو السبب يا جماعة. أنا هلأ حاطة كتير أضواء، مشغلة هذا الضوء ومشغلة هاي الإضاءة، وحاطة هون إضاءة، ومثل ما شايفين لسه الإضاءة مو منيحة، يعني بغرفتي الإضاءة مو منيحة. لهيك كل شي بصوره بالمطبخ، لأنه هنيك في بدون ما أستخدم أي إضاءة زيادة ضوء الشمس لحاله بكفيني لحتى أصور لكم فيديوهات حلوة. وهلأ خلينا نكمل الجولة. هون عندي مراية تانية، هاي المراية اللي بالطول بستخدمها يعني للصبح بس بدي أروح على الدوام بشوف الأوتفيت تبعي كله هيك كامل، لأنه هي بتيجي بالطول، وكتير حبيتها إنه هيك مطعوجة من الجناب. حسيت شكلها كتير كيوت. وتحتها هون في هذا الصندوق بحط فيه أغراضي، يعني بضبلي إياهم أحسن ما يكونوا هيك معسورين وين ما كان. هذا الرف بستخدمه كتير حتى إنه قرب يخرب، يعني شوفوا بعد شوي ورح ينكسر من كتر ما بحط عليه أغراض. كتير بحبه لأنه أي شي هيك بشوفه قدامي بحطه على الرف وبعدين بضبه. حاطة عليه هاي النبتة، هي ما نبتة حقيقية لأنه ما عندي وقت لأسقيها. وهذا البوكس تبع الدايسون، وبعدين هنيك في دقيقة شوي لأفرجيكم إياه. هذا ضو شغال بحطه هيك جنب راسي، هنيك جنبه في شي كرتون مع بس للمنظر، وكيس كرتون وراه بحط فيه نظاراتي الشمسية وهيك شغلات، يعني فهمتوا علي. وهلأ بنيجي لأحلى مكان لإلي، هو تختي. مثل ما شايفين هذا تختي وراي كتير كبير، هو لشخصين، مشان هيك أرتاح فيه كل الليل وأتقلب ويعني أخذ راحتي بالنومة. لهيك حبيته يكون كبير. واليوم غيرت الشرشاف الحرام، لأنه كان الحرام الصيفي، وهلأ حطيت هذا الشتوي بيجي سميك. وفي شغلة حابة أفرجيكم إياها، ماما كتير بتكرهها بغرفتي، كتير بتكرهها. هي هدول الشغلات اللي حاططهم ورا التخت، هن هدول كراتين، وهاي الطاولة اللي بدرس عليها، وهنيك ورا كتير كراتين، وتحت التخت معبى كراتين، لأنه هدول بستخدمهم للدراسة تبعي. وما في مكان تاني أحطهم فيه، بس لهيك يعني بحاول أخبيهم هون. بعدين عنا هاد المكان واللي هو كمان خزانة بتيجي بالطول، بحط فيها الإكسسوارات تبعي والشغلات للشعري، يعني اللي بستخدمه لشعري. ومثل ما شايفين أنا شوي مكركبة الإكسسوارات تبعي، لأنه عن جد أنا كتير بستخدم إكسسوارات، وكل دقيقة بغير يعني مو كل دقيقة، هيك عم بالغ، كتير بغير بإكسسواراتي. لهيك يعني إذا كل مرة بدي أرجع لمكانهم عن جد بده يستهلك مني كتير وقت وطاقة. لهيك أياماً هيك بشلحهم يعني وبحطهم هون. وهذا الضو لسه كمان هون، هذا ضو ماما استعرتها منها أول مرة كسرت لي إياه، وكتير عصبت مني. وهلأ اشترت ضو جديد وقالت لي سيلين ما بصير تستخدميه. آخر شي عطتني استخدمه. دائما هيك الأمهات بيقولوا إنه لا ما بصير تستخدموه، ما بصير تاخدوا أغراضنا، وآخر شي بيعطونا أغراضهم. صحيح ونسيت أخبركم عن هذا التريا تبعي. تريا نحن بسوريا بنقولها تريا، يا ترى البلدان التانية كمان بيقولوا لها تريا. هي هاي اللمبة تبع الغرفة، هن 4 لمبات، في واحدة خربانة، هديك خربانة بس الباقي شغالين. وكتير بحبها لأنه هيك طابات أزاز بيض، شكلها كتير حلو، شكلها هيك مثل الوردة. وبس هاي كانت غرفتي. رح أفرجيكم هيك فتلة عالسريع لغرفتي. وهي غرفتي كبيرة ما تعتبر صغيرة، يعني إذا بمشي هيك عند الباب بتشوفوا إنه في كتير مساحة لسه لحتى أمشي هيك لعند التخت. يمكن غرفتي أكبر غرفة بالبيت من غرف النوم يعني. يا مبسوطة فيها الحمد لله. وهذا كان فيديو لليوم. إذا حبيتوا الفيديو حطوا لايك، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتتابعوني على السناب شات والإنستغرام. وأكيد ما تنسوا تشوفوا هدول الفيديوهين اللي تحت. بحبكم كتير وبشوفكم الجمعة الجاي. باي.